اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ياريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا اي فيديو جديد اعمله. والقناة عندي يعني شاملة كل حاجة، طبخ وجولات وريفيوهات ومنتجات وحاجات كتير قوي هتعجبكم. ويسعدني قوي ان انتوا تشتركوا فيها. النهاردة جاية لكم اعرفكم على منتج انا جبته واستخدمته. بصوا انا يعني مستخدماه لغاية اخر شوية فيه. انا لما بجيب لكم منتج لازم الاول ان انا اجربه لفترة طويلة علشان بجد لازم افيدكم بيه، وما اجيش اقول لكم اي حاجة وانا لسه ما استخدمتوش او اعرف مثلا المميزات بتاعته او العيوب بتاعته وال اي حاجة تخص المنتج ده. فاي فيديو عندي على القناة عن منتج انا استخدمته او اي حاجة انا اشتريتها لازم اكون جربتها قبل ما اعرفكم بيها واقول لكم ان هي كويسة. ده شامبو اسمه لوفا، هو مستورد. الشامبو ده اوكراني، هو حتى انا هوريكم بس الكرتونة في الاول. اهو اوكراني. الشامبو ده ايه بقى المميزات بتاعته؟ هو بيقوي ويستعيد قوة الشعر. هو مكتوب طبعا كله بالانجليش وهنا بالاوكراني او الالماني، مش عارفة بالظبط لغة ايه. بس احنا لو خدتي سكرين الكلام اللي مكتوب هنا على الكرتونة هتعرفي اللي انا بقوله لك بالظبط. انا كده كده يعني مترجماه وعارفة هو هيعمل ايه. دلوقتي انا هشرح لكم الشامبو تجربتي معاه الاول. الشامبو بجد حلو جدا جدا. من اول مرة هتستخدميه هتحسي احساس ان انت كأنك مش حاطة شامبو على شعرك. عارفين يعني معظم الشامبوهات اللي في مصر او معظم الشامبوهات اللي فيها سيليكون وفيها مواد كده مرغية جامد قوي بتكون بتنشف الشعر. فبتحسي ان انت وانت بتغسلي شعرك ان شعرك ناشف في ايدك. الميزة هنا في الشامبو ده ان وانت بتغسلي شعرك حاسة ان انت كأنك حاطة بلسم على شعرك مش شامبو. عارفين ملمس البلسم او الحمام كريم؟ هو الملمس بتاع الشامبو كده. ملمسه مش خفيف قوي، بس ناعم جدا على الشعر. وانت بتغسليه بتحسي رغوته كويسة، بينضف فروة الشعر جدا. لو انت فروة شعرك دهنية هتحسي بعد ما بتغسلي شعرك ان فروة شعرك نظيفة جدا جدا، ما فيهاش اي زيوت ولا اتربة ولا اي حاجة. طيب الشامبو شامبو لوفا هو زيرو امونيا زيرو ألمونيوم وزيرو صوديوم وزيرو سيليكون وزيرو كمان زيوت معدنية. زيرو زيوت معدنية. هو بيعمل على لو انت عاملة كيراتين او بروتين او معالجة شعرك بأي مادة فرد يعني، يبقى لازم طبعا اي حد عامل بروتين او كيراتين عارف ان لازم تستخدمي شامبو يكون زيرو صوديوم وسلفات وبارابين والحاجات دي كلها، علشان ده بيأثر على كفاءة المادة اللي انت حطاها على شعرك وبيبوظ المادة. يعني انت مثلا عاملة بروتين مثلا، والبروتين ده المفروض يقعد معاكي من لو انت شعرك يعني خشن شوية او مجعد قوي افريقي، المفروض يقعد معاكي من 6 شهور ل8 شهور. لو انت شعرك مثلا ناعم وعاملة بس بروتين معالج آه زي تشي مثلا انفيرتو والحاجات دي، ده بيكون يا دوبك بيفرد الكسرات البسيطة اللي في الشعر، مش اللي هو فرد 100%. يا دوبك بس بيفرد الكسرات، بيخلي مظهر شعرك حلو تقدري تنزلي بيه في أي وقت. لازم طبعا اما بتعملي شعرك معالج لازم بتكوني بتستخدمي شامبو يكون زيرو صوديوم وسلفات وبارابين وزيوت معدنية. الحاجات دي كلها بتأثر على الشعراية، فده هيكون مناسب جدا للناس المعالجة شعرها بالبروتين او الكيراتين او اي حاجة من حاجات الفرد دي. طيب انا دلوقتي مش عاملة بروتين ولا كيراتين ولا حاجة، بس انا عايزة اجيب شامبو يكون سعره كويس، الكفاءة بتاعته كويسة، يخلي مظهر شعري حلو في نفس الوقت ما خدش الاضرار اللي في الشامبوهات العادية اللي بتخلي الشعر ينشف ويتساقط ويتقصف والكلام ده كله. فانت عندك دلوقتي شامبو لوفا ده يعني هيحللك المعادلة دي. ليه بقى؟ سعره مناسب، يعني هو سعره من 120 ل150 على حسب هتجيبيه منين.
انا ساعة ما جبته كنت جايباه ب110، بس ده كان من 3 شهور تقريبا، يعني شهرين 3 شهور. فطبعا دلوقتي سعره غلي. فطبعا دلوقتي سعره غلي عن ما انا كنت جبته. فانتي اول ما تشوفيه على طول هاتيه، بجد هيفرق معاكي جدا جدا في شعرك. حلو قوي، وزي ما قلتلك هيخلي شعرك ناعم ومظهره كده صحي وفيه قوة. مع الاستخدام هتحسي ان انتي شعرك بيلمع مش متقصف، وانتي بتسرحيه كده بيبقى سلس في التسريح. وعارفة لو انتي مش عاملاه اي بقى بروتين ولا كيراتين ولا حاجة، وغسلتيه كده وحطيتي فيه سيرم، برضو السيرم بتاعه اسمه برضو لوفا. لو لقيتيه هاتي السيرم كمان بتاعه، ولفتي شعرك مثلا طاقية، او او مثلا لفتيه كده حاجة بسيطة ونمتي بيه، هتحسي ان شعرك مفرود من غير ما تعملي اي حاجة، او تضريه بالبيبيليس والمكوى والسشوار والكلام ده كله. فهو كمان بيعالج الشعر المتضرر من الكيماويات، المواد الكيماوية اللي في الشامبوهات والكريمات الشعر والكلام ده كله، والشعر المتضرر بالحرارة، المقصف، المجعد، الهايش، التالف، كل ده بيعالجه شامبو لوفا. بيخلي الشعر مظهره حلو وجميل. وانتي كمان هتحسي فرق قوي من اول استخدام. انا بقول لكم من اول استخدام انا استخدمته وانا بغسل شعري، حسيت ان شعري طري جدا جدا، غير الشامبوهات العادية، غير بقى سانسيلك او الفيف او اي حاجة. يعني انا الفيف استخدمته فترة كبيرة كان حلو جدا. بعد كده جبت دواء، لا بجد فرق شاسع بين ده وبين الفيف، مع اني الفيف حلو جدا بس ده اقوى بكتير. آم، بس كده، ده شكل العلبة بتاعته، وانا قلت لكم على سعره. وده العبوة اهي شكلها كده، هي شكل العبوة. يعني هرفع لكم بس شوية كده. بصوا هي عبوة كده طولية شوية وبامب من فوق هنا، فبتسهل بصراحة. وانتي بتغسلي شعرك بتاخدي 2 بامب بس، وبتحطيهم على فروة شعرك وتدلكيه كده كويس وتسيبيه بس دقيقتين 3، وبعد كده بتشطفيه. وحاولي لو انتي عاملة بروتين او اي معالج فرد للشعر ما تستخدميش مية سخنة على شعرك. لازم المية تكون فترة علشان تحافظي على فترة البروتين او الكيراتين او اي مادة انتي حطاها في شعرك. بلاش المية السخنة على الشعر. وكمان اللي مش عاملين اي فرد او عاملين اي حاجة، المية السخنة الزيادة على الشعر بتخلي الشعر ينشف ويتكسر ويقع، وفروة الشعر بيجيلها قشرة جامدة جدا من المية السخنة. فنخلي المية معتدلة علشان فروة شعرنا ما يجيلهاش قشرة وتلتهب من المية السخنة، دي مش حاجة كويسة يعني. بصوا اهو انا جايبه لكم بقى تشوفوا شكله برضو من هنا. شايفين انا مستخدماه لغايه اخر، يعني اخر قطره زي ما بيقولوا، علشان اما اجي اطلع لكم بريفيو افيدكم واقول لكم كل التفاصيل، ما اجيش اقول لكم اي كلام كده وخلاص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون بسيط كده ومبسط ليكوا. شكرا ليكوا قوي، وشكرا لمتابعتكم ليا، وما تنسوش لايك للفيديو وشير كتير عشان الكل يستفاد. شكرا ليكوا ومع السلامة.